معلش يعني انا عايزه اعرف يعني الاجراءات اللي حضرتك شايفها رحنا عشان حضرتك تروح تعمل تغيير طائفة. انت بتروح لكاهن الطائفة اللي انت رايحها. الكاهن ده بيطلب منك وش كده معمولة بجارة وواقف قدامه طوابير ناس. بيروح كده يقول لك كده بالظبط في وشك انت لازم تدفع 80,000 عشان نديلك الورقة مختومة. لا هي كانت 40 و38 ودلوقتي 8,000. حضرتك مين اللي قال لك؟ انا بقول لك انا اللي بقول لك انا عندي حالات دي مع اختي. لا مع كامل بقول لك ده مع اختي. خلينا نسمعها ممكن. خلينا نسمعها. اتفضل يا اختي. بعد كده اصلا هو الطريقه دي طريقه متحايله جدا ومن اقذر الطرق. يعني ايه؟ انا بغض النظر عن ان الراجل ده خان ما خانش. طب انا بقى يعني انا واحده مش طايقه الراجل اللي انا قاعده معاه مش طايقاه. يعني ايه تقعدوا اتنين مش طايقين بعض باي حق تعملوا كده يعني؟ طب مين اللي عمل كده يا فضل كاترين؟ عفوا بحترم حضرتك جدا. اللي عمل كده بص اللي عمل كده للاسف انتوا لو ترجعوا للتاريخ الكنيسة ما كانش ليها اي وظيفة انها تتدخل في الجواز والطلاق. كان مجرد كان الجواز والطلاق تبع الدولة اللي انت عايش فيها. كان وظيفة الكنيسة مباركة الموضوع بس. وعاوزهم يباركوك اوكي، مش عاوزهم شط عنك معصتهم. الموضوع جه كده عارف انت تدخل السطوة وان هم بقى مارسوا قوتهم وخلاص بقى انتشروا وتحكموا جدا في الناس وعملوا بقى دولة جوه دولة بأي حق. انا مش عارفة افهم يعني. اسمه غلط كافر. كلام جيد جدا ومنطقي وعقلاني، بس غير تفسير النص بتاع انجيل متى اللي هو المسيح نفسه لما اتكلم من تزوج او من يتزوج بمطلقه يزني بها واما انا فاقول لكم. يا فندم انا عاوزه اسالك سؤال. خليني اسالك سؤال تاني. اتفضل. بما ان انت بتسال عن الايه دي، هو ليه لما الست جوزها بيخونها بيقولوا لها سامحيه وعيشي معاه كملي معاه، مع ان الايه بتقول ان لما تبقى قاعد مع واحده زانيه انت بتزني؟ برافو عليك، احسنت صح. ما ينفعش. انا عايزه حد منهم يطلع يرد عليا. انا عايزه اعرف باي حق يعيشوا ناس مع بعض وهم مش طايقين بعض باي يعني من غير اي اسباب تانية. انا دلوقتي مش بحبك مش طايقاك، ليه اتجبر ان انا ابقى لازقه فيك كل حياتي يعني؟ على فكره طب ما هو كده. فضيلة كاترين كلامك انا مع احترامي الكامل انا مؤيد لكلامك 1,000,000%. انا مع طلاق المرأة المسيحية ومع طلاق رجل مسيحي طالما انه مفيش عشره ما بينهم. ما ينفعش ان هم يعيشوا مع بعض اتنين يا جماعه مش طايقين بعض. يا اما لو قعدوا بصوا يا جماعه الطلاق رحمه. ليه رحمه؟ لان لو قعدوا مع بعض هيقتلوا بعض. بنشد مع بعض وحصلت حوادث. ما هو هيحصل حاجه من اتنين، يا اما الناس دي هتعمل حادثه يعني يموتوا بعض، حد هيموت حد او حد هيهرب مع حد وفي الاخر يقول لك دي حادثه اختفاء والبنت دي مش عارف راحت فين وخطفوها ونيلوها وهي بعد اذنك يا استاذه وبعد اذنك يا استاذ مونس بعد اذن حضرتك. الكلام اللي انا قلته ده على فكره الاستاذه انا ما يعني انا مش داخل اقول حاجه غلط. الاستاذه ايدته بدليل ان هي قالت عن تقريبا اخت حضرتك. انا ايدته؟ لا ما انا هقول لحضرتك انت ايدتي في ايه؟ ايدتي ان في الاجراءات ده بيتبع وبيتصرف 80,000 جنيه صح؟ اللي انت بتقوله ده اصلا دي طريقه قذره جدا. انت بتضحك. طيب انا ماشي يعني مش انا اللي عملتها على فكره، مش انا اللي حصلت على فكره الطريقه دي مجرد تحايل. ده تحايل. طيب انا قلت كده لو حضرتك تابعت الكلام اللي انا قلته للاستاذ مونس ده اللي انا قلته. يبقى اذا ده مش هو اللي عايزاه الكنيسه. على فكره بس هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي حصل. واضح التقارب اللي حصل ده ليه؟ لا على فكره يا جماعه يا كاترين يا استاذ ابو ليمون كلام حضراتكم الاثنين صح ومش كده. انا يا جماعه بقول لكم بس انا هوضح تقارب الافكار بين الاثنين مع بعض. الزوجه طبعا المحترمه كاترين عندها حاله اختها وفي مشكله مثلا عايزه الاثنين مش طايقين بعض. انا يا جماعه مش طايقه اقعد مع الراجل ده، يا اما هخونه واهرب مع واحد تاني او هو يخونني كمان، او يا اما ممكن تحصل جريمه ان احنا نقتل بعض. تمام؟ وحتى لو مثلا والله واحد فينا غلط او زنى وعرفنا ان هو زنى كون الكنيسه تسمح لي ان انا اقعد معاه دي في حد ذاتها كمان على حسب الكتاب المقدس دي جريمه. يعني انا يعتبر كمان زاني ان انا اسمح اقعد مع واحده. تمام؟ صح كده؟ جميل. فاذا كلام فضيله محترمه جدا جدا جدا
جماعه فعلا صح. طيب كلام الشيخ فاضل يوسف او عفوا ابو ريمون كان بيقول يا جماعه انا في حالات واتحدى المسيحيين على اي اساس ان البابا تدرس دلوقتي قال ان النص اللي بيقول او الايه اللي هو لا طلاق الا ليله الزنا دي مش ايه، تمام؟ دي مش ايه. وعلى اي اساس سمح انه في حالات طلاق بتتم، وانا اعرف ناس فعلا حصل حالات طلاق لهم، قال لك لو عنده عيال قال لو عندك عيال او اولاد يبقى بعد 5 سنين يحصل انفصال او طلاق، لكن لو انت مش عندك يبقى بعد 3 سنوات. فهو الراجل بيسال، الراجل على فكره كلامه صح برضه، ما هو على فكره يعني انتوا الاثنين بتأيدوا بعض، بس ايه الاختلاف نقطه الاختلاف اقول لك بقى ايه نقطه الاختلاف ايه؟ فين بقى نقطه الاختلاف؟ نقطه الاختلاف انه الاستاذ فاضل ابو ريمون بيقول ان في حالات من الباطن من تحت لتحت مع الكاهن ممكن يقبل فلوس او يتصل بطائفه ثانيه، تعالى ده انا عندي حاله هنفتح لها ملف هيتغير طائفتها، فاحنا ايه هنعمل لها طلاق، تمام؟ الاستاذ فاضل محترمه جدا هي معترضه على الشيء ده، ما هو برضه ريمون او ابو ريمون معترض على الشيء ده. طب ما انا معترض برضه، وانا كمؤنس معترض على الشيء ده. يا جماعه انا بدعوكم انتوا الاثنين كمان انسان او اثنين مسيحيين محترمين، انتوا متفقين مش مختلفين. انا وجهه نظري بس هو اختلافكم ان الاستاذ فاضل ابو الكسر بتقول ما هو ده اسمه تحايل على الدين، ده مش صح. ده انا طب انا قلت تحايل برضه على فكره في اللي انا بقوله، بس ده واقع بيحصل. انا عارف هو راجل ابو ريمون بيشرح الواقع، ما راجل مش بيقول حاجه من عنده، انا عارف بيحصل الواقع، بس كون كسر الاستاذ محترمه عارفه الواقع ده او مش عارفه، معناها هي عارفه قالت ان فعلا بعض الكهنه ممكن يقبلوا كده وبشكل صريح مش بعضهم حضرتك، يعني ده دايركت. يا اما بقى انت بقى خد بقى امشي بقى في الحبال معاهم، تقعد بقى تقدم طلب وتقعد تمارس الشعائر كام سنه ويشوفوا بعد كده ولا لا، وموت يا حمار يعني من الاخر. طيب بصوا كلام حضرتك صحيح، انا ممكن بس انا استاذن حضرتك اسال الاستاذه بعد اذن حضرتك سؤال بسيط جدا. هو حضرتك عرفتي منين عشان ااكد لك بس كلامي او ااكد للناس كلامي، حضرتك عرفتي منين ان الموضوع ده بيتم ان عشان تغير طائفه من طائفه بيدفع مبلغ مالي؟ بقول لك تجربه شخصيه مع اختي اتطبقت بالطريقه دي. طب يعني انا ما غلطتش، حضرتك بتقولي لا انت انا ما غلطتش على فكره. حضرتك انا عايزه اعرف ليه يبقى في لوي العنق ده واللف والدوران، عشان يعني ليه كده؟ ليه يعني انا مضطر اعمل كده مع ان انتوا عندكم الايه واضحه بتنفذوها في جزء وبتخالفوها في جزء؟ انا عايزه اعرف ليه. عند حضرتك الآية اللي بتاعت لا طلاق ولا مش دي مش آية، لما احنا لسه بنقول انه من تزوج بمطلقة يزني ولا حضرتك يعني انا على فكرة معترض على المواقف دي كلها، لان الكلام ده اساسا لو حضرتك بتمشي بالدين وبالشريعة المسيحية والكلام الانجيلي يبقى المفروض حضرتك ما كنتش لويت الكلام او غيرت الالفاظ او تلاعبت بالالفاظ ان قلت ان الجواز ده بطلان او الجواز ده انفصال او طلاق، لان كان في اساسا طلاق محكمة زي ما حضرتك قلت كده من البداية، وانا اعرف هو بيبقى محكمة. هو انت كان طلاق محكمة. هو اللي بيحصل ده كله عشان يحصل طلاق محكمة. بعد كده بقى قدامك بقى اختيار من 2، لو بقى يا عيني بقى الست المسكينة اللي ظروفها زي اختي دي اتطلقت، ولو لقيت بقى راجل عاقل في وسط المجتمع اللي بينظر اذا كانت الست يا عيني المسلمة المطلقة بيتبص لها بصة مش كويسة، ما بالك بالمسيحية المطلقة بقى. فبيبقى المهم لو حصلت المعجزة ولقيت حد بقى ان شاء الله يبقى قدامها حل من 2، يا اما بتتجوز بطريقة مدنية في بلد تانية، يا اما بتروح بقى تفضل ماشية بقى مع احبال الكنيسة والدادي وتحايل وتجيب في وصاية وبتفتح ملف والملف بيقعد سنين وبتعمل جلسات وما بيتمش حاجة. الملف حضرتك انا اعرف ناس فاتحين ملف في الكنيسة بقالهم اكتر من 17 سنة. يا الله. ايه يعني ايه؟ عشان ايه يعني بيعملوا كده في الناس عشان ايه؟ لا انا اعرف الناس اللي فتحت ملف بقالها 10 سنين، بس لما حصل اللي هو موضوع تغيير الطائفة ده وبقى مصرح فيه خلصوا موضوع طلاقهم ده في اقل من 1.5 سنة. طب والله حضرتك بعد 10 سنين احنا عن خبرة شخصية ما حصلش معانا الكلام ده خالص، يعني احنا كده نتذل ونبوس ايديهم وقول لنا ما عندناش اتصالحوا. يا عم الراجل بيمسكها يضربها بيبهدلها، ده وقع لها اسنانها، ده كسر دراعها، لا معلش صلي له يا بنتي صلي له. ايوه
كده علشان النقط اللي حضرتك بتطرحيها دي. انا بتكلم مع الاساتذه في الداتا قبل ما حضرتك تخشي، وقلت الكلام ده بيتم عن طريق يا اسقف اللي تابع للمنطقه او للمحافظه اللي هي فيه، او الزوج عشان ما تتاخدش على اللي هي على واحده او واحد ايا كان فيهم، فبينطبق على الاثنين يعني ذكر او انثى. فبالتالي بص انا ما بعرفش ازيف حقائق ولا ان انا ادعي كلام، معلش يعني الكنيسه. لا انا عندي دليل على فكره في الحالات اللي موجوده. اقول لك خليها تكمل كده. اقول لك حاجه الكنيسه حاليا ماشيه كده كل حاجه، يعني حضرتك معاك فلوس اللي انت عاوزه هيحصل، حضرتك فقير معكش فلوس بتدس الجزمه. صح دي حقيقة. طب بعد بس التعريف بسيط جدا لو سمحت. انا يعني شايف حوار رائع جدا وراقي بين اثنين مسيحيين محترمين، وانا شايف انهم متفقين مش مختلفين، يعني متفقين على انه كتير جدا من القساوسه او كتير جدا من الاباء بيقبلوا بشكل دايركت، زي ما الاستاذ فاضل محترمه جدا جدا كاسترين قالت بيقبلوا بشكل دايركت، مش قصه من تحت في الباطن، لا ده بشكل دايركت بيقبلوا فلوس. وفي حالات كتير جدا ملفات ممكن انا كراجل او واحده ست مثلا انا شايف ان زوجي بيظلمني، او انا كراجل زوج شايف ان زوجتي بتظلمني، ما ينفعش ان احنا نعيش مع بعض خالص، بس انا كراجل فقير ما عنديش فلوس، او انا واحده فقيره ما عنديش فلوس ان ادفع. ليه اصلا يا جماعه؟ ليه اساس القصه دي كلها؟ هل معلش هل ده انا لو واحد مسلم، انا كواحد مسلم انا عايز مثلا ادخل مسيحيه، هشوف نفسي هسال سؤال بسيط جدا لكل شخص مسيحي، هل التشريع ده ينفع يكون من عند الله سبحانه وتعالى؟ وربنا عز وجل خلقنا عشان يعذبنا؟ هو مش من عند ربنا، ده صنع الكهنه وحب السلطه والنفوذ. برافو عليكي. اذا النص اللي هو بيقول لا طلاق الا لعيله الزنا ده مش موجود، او النص لو في انجيل يا فندم ما هو ربنا حللها، ما هو قايل لهم اللي تحلوه في الارض يتحل في السماء، هم اللي عاوزين سلطه، هم عايزين يسيطروا على الناس، هم عايزين كده. بس في نص هنا يستدلوا بيه يا استاذ محمد تسليم، معلش قالك واما انا فاقول لكم ان من طلق امراته الا لعيله الزنا يجعلها تزن، من تزن مطلقه لكنه يزن. في برضه معضله كتيره جدا، يعني انا كراجل مثلا انا معلش واحد عازب او واحد مثلا والله يعني حاطط طلاق او كيلو، وشايف واحده محترمه واحده فاضله مسيحيه، كمان مثلا نفترض كراجل مسيحي يعني اقول مثلا راجل عازب اهو تمام، او واحده ارمل، انا ارمل حلو، وشايف واحده مسيحيه محترمه وجميله وكل شيء تمام، وانا عايز اتزوجها، بس اكتشفت ان هي عفوا مطلقه. انا اول شيء هيقع في قلبي ايه كانسان مسيحي؟ دي واحده ايه؟ الايه اللي بتقول لا ما تتجوزش مطلقه فانه يزني. طب يا جماعه مش ده مع ان البنت دي يا عيني هي ممكن عشان تنفذ بجلدها، عشان تنفذ بجلد من الاباء والكهنه وغيره دفعت فلوس عشان زوجها اللي هي اتفصلت عنه كان راجل ظالم، كان بيضربها وبيهينها وكان بيعمل معاها فعيل، بيشرب خمره عفوا مدمن او كان ايا كان تمام. طب انا يبقى ده مش كتاب مقدس يعتبر ظلم الست دي، وظني انا كواحد ارمل او عازب عايز ارتبط بيها كمان، انا لو تزوجتها وارتبطت بيها اعتبر انا زاني؟ ده حق الدين قبل المجتمع كمان، انتوا متخيلين؟ يبقى يا جماعه نص زي ده او تشريع ما ينفعش ان هو يكون من عند ربنا، او النص اللي زي اللي قاله المسيح، طبعا ده لم يقل به المسيح، واما انا فاقول لكم ان من طلق امراته الا لعيله الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقه فانه يزني. عارف كده ما قالوش المسيح؟ المسيح نفسه اصلا جاء مكمل شريعه موسى عليه السلام، ما جئت لانقض ناموس الانبياء، ما جئت لانقض. انا ممكن اقطعك بس هضيف حاجه لكلامك يعني. اتفضلي. اكيد. في كان يعني لو انت كده قريت شكل حضرتك قاري ودارس يعني هتلاقيه بيقول لك من اجل قساوة قلوبكم اعطى لكم كتاب طلاق، صح؟ صحيح. صح؟ يعني لما ربنا بيلاقي القلوب قسيت بيديلهم كتاب طلاق، هم لو عاوزين يعملوا ده هيعملوه، يكمل بعد كده هتلاقي الموضوع ممكن يمشي وممكن يكمل بعض، وهم لو حلوا ده ربنا بيحلوا، ممكن يعملوا ده بشكل كنسي واضح. الكنايس الأوروبية والأمريكية بيطلعوا على أي أساس يا أستاذ؟ بالظبط، وهم مسيحيين. الله ينور عليكي. بس كده يبقى ليه ما احنا بنطالب بحركة إصلاح في الكنيسة، لأن الكنيسة بقيت فاسدة. هي الكنيسة فاسدة، هو القائمين على معلش مع احترامي لحضرتك يعني
انا بتكلم عن القائمين يا استاذ. المسؤولين بالظبط كده، بعض الناس بيتبعوا اساليب غير لائقه اساسا، يعني ان هي كل حاجه بقى. مش على فكره مش بس موضوع الجواز والطلاق. لا ده انا بقول لحضرتك، لو حضرتك يعني سمعت بدايه مداخلتي كويس جدا، انا بقول انا كنت شغال في احد في المحافظات في البطرخانه، يعني دي كفيله اللي تعرفني اسرار ما حدش يعرفها، وحاجات كانت بتحصل قدام مني ما حدش يعرفها ولا يتخيلها. بس انا مش طالع بس عشان اتكلم في الحاجات اللي بتحصل دي، انا طالع عشان اطرح الموضوع ده بس، لان انا اتضايقت لما اتعمل لي حظر من احد الاشخاص اللي طلع ادعى ان هو بيفهم في الشريعه المسيحيه، وبيقول لك لا انا بتواصل في محكمه الاسره والكلام ده كله، وطلع يقول لي لا الكلام ده مش موجود. فقلت له معلش انا اسف كذاب، لان الكلام ده موجود وانا عندي ادله بيه، وعندي اكتر من حاله، يعني مفيش اكتر من كده. تعرف ليه هو بيقول لك كده؟ هو بيقول لك كده عشان للاسف هو مش عايز مثلا، هو طبعا كشخص مسيحي بس او لايف مثلا مسيحي، مش عايز حركتك تقول كده عشان في مسلمين بيستمعوا، في مسيحيين ممكن بيستمعوا، ممكن يحصل لهم شك عندهم او في عقيدتهم او في ايمانهم. انا بس عايز اقول لكم حاجه والله، يعني سفر ضاحك لو حد بس سمعها دعوه، لو هي سمعاني يا استاذ فاضله كافر حد سمعاني، اتمنى ان هي تطلع معنا ان شاء الله مره ثانيه. كان يعني ده مهم جدا. اتمنى انا يمكن سبحان الله انا يمكن لي اكثر من 18 سنه في حقوق الاديان والالحاد،